الموضوع ديال اليوم غيكون هو المحفز الطبيعي. المحفز الطبيعي راه عند اي واحد في المنزل ديالو، الا ما عندكش غادي تسول عليه مال الدار غيوريه لك، غتلقاه ضروري عندك في المطبخ. الا هو الزنجبيل. الزنجبيل كاين على شكل بودر، كاين هذا على شكل بودر، وكاين على شكل طبيعي باقي كيما كنقولوا ليه عروق. الشكل الطبيعي ديالو بحال الشكل ديال البطاطا. يا اما تستعمل الشكل الطري ولا تستعمل هذا البودر حتى هو ناجع بالنسبه ديالو، بالنسبه 100%. ما لقيتيش عندك في الدار غتمشي عند العطار اللي عندكم في الدرب، غادي تشري من عنده الكميه اللي غتحتاجها. راه ماشي شي حاجه كثيره، راه 3 دراهم ولا 4 دراهم ويعطيك فيها واحد الكميه كثيره تستعمل منها، وداك الشيء اللي بقى غتخزنو كل مره تستعمل منه شويه. لتجهيز الطيور كما كنقولوا غنستعملوا هذا المكمل هذا الزنجبيل. الزنجبيل صراحه راه ماده فعاله وكنستعملوها حنا العرب للتداوي والوقايه من نزلات البرد والرشح بالنسبه للاطفال الصغار والناس الكبار. من زمان عندنا في البيوت عندنا هذه قاعده، ملي كيدخل البرد كنبداو نستعملوا الزنجبيل شويه ديال العسل وكنخلطوهم وكنعطيو الاطفال يشربوا وكنعطيو للناس الكبار يشربوا. وهو صراحه مشروب جميل صراحه. وهذا الزنجبيل راه مذكور في القران في السوره ديال الانسان في الاخر ديالها. اللي بغى يشوف الصوره يمشي يقلب في القران راه غادي يبان ليه الصوره. فالسوره كتقول في الاخر ديالها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، يعني غيكون واحد الشراب وفي ممزوج بالزنجبيل. هذا الزنجبيل كنستعملوه لرفع المناعه ديال الطيور، كنستعملوه للوقايه من نزلات ديال البرد والرشح، كنستعملوه في البدايه ديال التغير ديال الجو. ملي كيكون الجو عندنا عادي شويه كيبدا مره كتنقص درجه الحراره، كتعاود ترجع تطلع، كتعاود تنقص. كنستعملوه للوقايه والتفادي لرفع المناعه ديال الطيور، وكنستعملوه باش الطيور كتوجد راسها الفتره ديال البرد، يعني ما كيكونش باش ما تكرفش في وقت البرد، وهذيك النزول والطلوع ديال الحراره ما كيأثرش فيها. الطريقه ديال الاستعمال راه سهله. الطريقه ديال الاستعمال ديالو سهله. بالنسبه لي انا عندي هذه الكميه اللي كنعطي الطيور ديالي هي هذه. الطريقه اللي كندويو عليها ديما، ما انك كتبغي تقدم شي مشروب ولا شي مكمل غذائي ولا شي حاجه، كنزعوا الشرابات من عند الطيور في الليل باش يصبحوا عطشانين مع الصباح، وما نعطيهمش مع الصباح بكري، نخليوهم حتى لديك 11 ولا 10 ونص عاد نعطيهم المشروب. كنوجدوا شرابات نقايه حيت هذوك الشرابات اللي كيكونوا داز عليهم يوم ولا يومين ما غاديش نخدموا بهم، نخدموا من شرابات نقايه. وحبذا تكون الشرابه بحال شكل كتكون اللون ديالها غامق الشرابه، باش كنخدموا شي مكمل غذائي لكن لا كيميائي ولا طبيعي ولا كيما كان، ما كيتاثرش ما كيتاكسدش مع الاشعه ديال الشمس، حيت الاشعه ديال الشمس راه كتفسد لينا اي مكمل غذائي كنديروه. داكشي علاش ملي كنديروا المكملات الغذائيه كنحاولوا ضروري نعطيوهم، نعطشوا الطيور ديالنا، نحيدوا لهم الشرابات في الليل ونعطشوهم حتى لديك 10 ونص ولا 11، كنعطيوهم يشربوا باش كيكونوا هما عطشانين كيشربوا ديك الكميه اللي باغيين يشربوها بسرعه. يقدر يشرب هذاك الشيء اللي غيحتاجو راه غيشربوه هذيك الساعه. يعني انت من بعد ساعه ونص ساعتين حتى 3 سوايع تقدر تنزع الشرابات تغسلهم وترشد عليهم الماء العادي، ولا تنزع الشرابات وتخلي تاني حتى العشيه واحد 4 سوايع ولا 5 يعطش الطائر ديالك مزيان، وتعاود مع العمليه تاني تعطيه يعاود تخلط ليه تاني المشروب وتعطيه يشرب. هذه هي الطريقه اللي كنستعملو. بالنسبه للكميه هذه عندي انا الكميه اللي غنستعمل هي هذه. عندي قنينه ديال 2 اطرو.
كنستعملوا هذه المعلقه الصغيره، المعلقه الصغيره ديال القهوه. بالنسبه هذه راه صغيره بزاف هذه المعلقه. كناخذوا 2 معالق صغيورين بالنسبه للإيطرو. بالنسبه للجيترو يعني كل إيطرو غنديروا ليه معلقه. بالنسبه للزنجبيل راه ما كيكونش بودر غبره بحال غبره ديال السكر ولا شي غبره ديال الدقيق ولا شي حاجه. كيكون باقي حرش واحد شويه، يعني راه ما كيذوبش في الماء، ما كيذوبش داك الذوبان اللي في الماء. يعني خاصنا على الاقل نخليو هذا المشروب نخليوه يتركز ويخليوه يختر، وعلى الاقل واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع يبقى باش ينسجم الماء مع الماء، ياخذ ديك الخاصيات ديال الزنجبيل ويشربها من الزنجبيل. ديك الساعه ونعطيوه للطيور.